بعد دخول شهر ماي. هادو ابرز الحوايج اللي طراو في البورصه ديال الدار البيضاء. البارح في الحصه ديال 5 ماي كان انخفاض طفيف يقدر يكون غير ملحوظ ديال 0.05% بعد ما كان ارتفاع ديال 0.61% في الحصه السابقه ديال اليوم 4 ماي. ثاني حاجه طرات هي شركه ديال سوتيما دارت لوبيراسيون ديال سبليت او عمليه سبليت اللي كتعني كتقسم عدد الاسهم. يعني في عوض ما يكون سهم باغ اكزومبل على سبيل المثال ب 100 درهم كدير جوج اسهم كل واحد ب 50 درهم. الهدف ديال هذه العمليه هذه هي فاش كتكون الشركه عندها واحد الحاجه ديال السيوله، حاجه ماليه ديال السيوله، فكدير عمليه سبليت باش حتى المستثمرين الصغار يقدروا يستثمروا فيها ويتشجعوا اكثر، وهي رابحه في نهايه الموقف. غادي يوليو طلب على السهم ديالها وغادي تربح في جانب السيوله. القيمه ديال السهم الان ديال شركه سوتيما هذا الصباح هذا كان هو 373. ثالث حاجه هو شركه ديال ريتيل هولدينغ اشترات 100% من الكابيتال ديال لابيلفي، ودابا ولا عندنا جروب اللي كيضم كارفور، كيضم اعتقد داول لابيلفي. هادشي هاد الخطوه الاستراتيجيه غادي تعزز المكانه الاقتصاديه ديال ريتيل هولدينغ كجروب كبير في لا غرون ديستريبيسيون، وكذلك المكانه الماليه ديالها في البورصه ديال الدار البيضاء. هادشي فيما يخص فقره ديال بورس نيوز على الاحداث اللي طراو البارح في البورصه ديال الدار البيضاء. ونشوفوك الفيديو الجاي. الى اللقاء.